هناك أناس ظلمت همشت أقصت فطالبوا بشيء يعوض، ظنوا أن الحل حصريا في هذا الشيء. الحل أن تقوم يعني جهة سياسية بتوجيه الناس وتعليمهم وضمان حقوقهم، لأن الناس عندما خرجوا أنا متأكد أن غالب الناس لا يريد الفيدرالية بقدر ما يريد حقه، فإذا أنت ضمنت له حقه يتنازل عن الفيدرالية. هذه النظرة الموضوعية، لكن النظرة التفسير التآمري هؤلاء عملاء هؤلاء هذا غير صحيح، هذا ليبي. التفسير العملاء هذا عانينا منه من النظام اللي فات، يعني هذا عن كل ما يطلع شخص يطرح فكرة هذا عميل، هذا التفسير التآمري هذا شيء يجب أن يقطع، لأن هذا له صلة أو قوة تغيير تنعدم تماما. لاحظ أن لو كل سياسي فسر المطالب بتفسير تآمري إذا رجعنا إلى ما كنا فيه. مهما كان المطلب غير شرعي وله مسوغات فيجب أن تحل الإشكال، لا تشتم ولا تسب ولا لابد تحل الإشكال أو تدرس الأسباب. الدول الغربية كل شيء يخرج في الدول الغربية لابد أن يدرسوا أسباب خروجه ويحاولوا علاج الأسباب ومن ثم يقضى على هذا المرض، لكن ما يستخدموا السب والشتم مباشرة. أنت الآن عندك مطلب، في كثير من الناس يسيء التصرف، الناس مستوى الإدراك بتاعها يختلف، مستوى وعيها بالمشكلات يختلف. ففي بعض الناس الآن يعني يقطع الطرق لأنه يريد حقه، هذا سوء تصرف. لكن الحكومة يجب أن تعطي الناس حقوقها، هذا الأصل، يعني علاج المواضيع هذا الأصل. وإلا إذا عولجت المواضيع بال